آسر مش بس مهندس، آسر فنان وبيرسم لوحات عظيمة، كمان بيلعب سباحة وواخد أكتر من ميدالية. بس دايما آسر مش شايف إنه محقق إنجازات، وشايف إن في كتير حواليه أحسن منه، وده مخليه على طول حزين وساكت. ياسر زميل آسر سأله: أنت ليه دايما حزين؟ حتى امبارح في حفل تكريم الأوائل لقيتك مش فرحان رغم إنك طالع التالت على الدفعة. آسر قال له: عشان ما طلعتش الأول، كان لازم أكون الأول وما يكونش في حد أحسن مني. لو عايز تدمر نفسك وبكل سهولة، قارن نفسك باللي حواليك. فلان أشطر مني، وفلانة أجمل مني، هو أغنى مني، وهي أرفع مني. ركز مع نفسك أكتر، اعرف إيه هي مميزاتك وإيه هي نقاط قوتك وإزاي تقدر تستغلها عشان تطلع أفضل نسخة منك. حتى عيوبك اعرفها وادرس إزاي ممكن تصلحها أو تستغلها وتحولها لمميزات. ولأن المقارنة صفة بشرية مش هنقدر نتخلص منها، فاحنا ممكن نحولها من الحالة السلبية للحالة الإيجابية بإنك تقارن نفسك بنفسك امبارح، وبكده هتقدر تركز مع نفسك أكتر ومش هيبقى عندك وقت تقارن نفسك باللي حواليك. عشان تعمل تغيير في حياتك، امشي مع نفسك خطوة خطوة، واختار خطوة صغيرة للبداية وكافئ نفسك لما تحققها، وساعتها هتلاقي عندك تحفيز داخلي بيدفعك لقدام وبيخليك تستمر. وخليك عارف ان مش دورك ابدا في الحياة تحقق ارقام قياسية.